كلشي في الاول كيجيك ساهل. الاوزان كيتزادوا، العضله كتكبر وكتحس براسك بطل، ولكن كتوصل لواحد النقطه الجسم ديالك كيولي محصن، كيدير المناعه ضد التمرين ديالك. الا بقيتي كتريني ببطء وكتريح 5 دقائق بين السيريات وكتسالي الحصه في نص النهار، راه غير كتضيع وقتك. اليوم غادي نوريك كيفاش تفرقع داك الحاجز باستعمال اقوى سلاح عند المحترفين، الا وهو التحكم في الوقت. تايمز كنترول. ارنولد كيقول لك الشده ماشي هي غير تهز الاوزان ثقال، الشده هي شحال ديال الخدمه كدير في اقل وقت ممكن. وباش تطلع هاد الشده عندك جوج طرق هما الساس. الاولى السرعه والتركيز، دير نفس الحصه اللي كدير ديما ولكن في وقت اقل. زير راسك، نقص من الهضره ونقص من الراحه، هادشي غيخلي العضله تحت ضغط مستمر. ثانيا الكميه في نفس الوقت، حاول تزيد تمرين ولا جوج في نفس الساعه اللي كتريني فيها. مثلا كدير السوبر سات وكتخدم جوج عضلات متابعين في نفس الوقيته، وهنا فين كيبان الفرق ما بين اللي كيسخن واللي كيحطم الالياف العضليه. ولكن رد بالك، السرعه ما كتعنيش تخربيق، خاصك تخدم باسرع ريتم ممكن ولكن بلا ما تخسر التكنيك. نهار يولي الاداء ديالك عوج غير باش تزرب، تما خسرتي المعركه. You lost the battle. التحمل بحال القوه، كيتبنى شويه بشويه. المره الجايه فاش تدخل لاصال لبس ساعتك وهرس الرقم ديالك القديم في الوقت. واش انت من داك النوع ديال الناس اللي كيخدم بالسوبر سات ولا اللي كتعجبو الراحه الطويله؟ وشارك معنا اكثر تكنيك جربتيه وعطاك النتيجه.